اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الحواوشي الحلو ده اللي احنا كلنا بنحبه؟ هنشوف هنعمله ازاي. عندنا كيلو من الدقيق، الكيلو اللي هو ب28 جنيه مقلول البركه ده. هنحط عليه معلقه ملح صغيره ومعلقتين سكر وباكت خميره، وبعدين هحط عليه معلقه زبده او معلقه سمنه بسيحها كده على النار. ديت بتفرق في طعم العجينة جدا لما تسخنيها كده الاول وتحطيها على الدقيق، بتخلي العجينة نفسها طعمها حلو. اهي دي بقى معلقة الزبدة اللي انا سخنتها، وبحط شوية. حطيت الكشاف، خلي بالكم انا شغالة والنور قاطع. وبعدين حطيت كوباية لبن، ولو ما عندكش لبن ما تحطيش لبن. واكمل بقى ايه بالمية. هقلبهم بقى كده الاول بالمعلقة. مهم. بقلب بقى بالمعلقة، وبعد كده بروح رامية المعلقة ومكملة ايه، عجن بايدي لغاية ما تبقى في الاخر بالشكل ده. مهم. وبغطيها وبسيبها تخمر. الحمد لله النور جه. عندنا بقى ايه، نص كيلو لحمة مفرومة، عليه 4 بصلات، عليه بقدونس، فلفل كوبي، وعندنا البهارات ملح وفلفل اسود وبهارات وجنزبيل وبابريكا. كل دوت انا بحطه بقى وزي اعجنه كده في بعضه كويس. اهو بالشكل ده كده افضل اعجن فيها بقى كده. هنا بقى كانت العجينه خمرت وانا عملتها كور، معلش الحته دي ما تصورتش، هي بس العجينه خمرت وانا عملتها كور صغيره. هنبتدي بقى نفرده. لو انت مثلا هتشتغل على الرخامه على طول من غير مثلا هتحطي على مفرش سيليكون او كده، بمسح انا الرخامه بخل عشان اعقمها الاول، وبعد كده افرد بقى العجينه. انا بعمله زي الساندوتش او بعمله دايره، اللي هو عيش مدور كده يعني. فردته انا بقى كده وبحشيه، بحط اللحمه واطبقها بقى كده عليها وبالشوكه، واروح عاملاها كده من الجناب او اتك عليها، بس يعني ايه نحاول نتك عليها كويس لان هي ساعات في الفرن بتفك. وادي رغيف تاني ده بقى انا هعمله مدور. مدور انا بفرد اول واحده وبجيب واحطها على جنب، واجيب التانية وافردها بالشكل ده. اهو بحط بقى الحشوة على الرغيف كله. العيال عمالة تحرك في التليفون. وبعدين بقى بحط الرغيف التاني على وشها كده. ايوه شاطرة يا بنت يا منى. واروح بقى ايه متنيه بقى كده على بعضه. وخلاص بقى كده. بعد بقى ما خلصت الكمية كلها بدهن وشها باللبن، او ممكن تحطي مثلا صفار البيضة او كده. البيض غالي، البيض ب6 جنيه، انا على شوية لبن كده حطيتهم وخلاص. وبحط شوية سمسم وحبة البركة. مهم. بس كده بعمل بقى كل الكمية كده بحطها في الفرن، وفي الاخر بتطلع بالشكل ده، ومعاها بقى المخلل، وزي الفل كده. يا رب تكون عجبتكم الطريقة. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.